السلام عليكم ورحمة الله، ورجعنا لكم فيديو جديد. واليوم أكلتنا هي الأكلة الشهيرة الكبسة، كبسة الدجاج. ما بدي أطول عليكم الفيديو، خلونا نتعرف على المكونات مع بعض. أول شي عندنا بهارات الكبسة. أكيد بهارات الكبسة بصراحة ما أجيبها من السوق، فأنا أجهزها بالبيت، وراح أكتب لكم وصفة بهارات الكبسة تحت بصندوق الوصف. صنوبر وزبيب اللي هو العنب المجفف، وشوية مكسرات هذول للزينة، وعندنا الباقة العطرية لسلق الدجاج إذا شايفينها، لومي، قرفة، ورق غار، وكم مسمار قرنفل. عندنا اللبن ونصف معلقة دبس بندورة ونصف معلقة دبس فليفلة لتتبيل الدجاج هذول، وعندنا نصف دجاجة تقريبا، وعندنا هالمكونات تقريبا: بندوراية صغيرة، وجزرة، ونصف قرن فليفلة كبير، وفليفلة خضراء وفليفلة حارة بما معنى الكلمة. وهاي بعد ما عبينا الطنجرة مي. طبعا الطنجرة دائما بعبيها مي باردة. سلق أي نوع من أنواع اللحم بالمي الباردة. ويا جماعة يا غوالي رجاء لا تغسلوا الدجاج قبل السلق. من ايش بدكم تغسلوا الدجاج قبل السلق؟ الدجاج كل زنقته بتروح بعد السلق بالباقة العطرية. وهلا بدي اخبركم على صوص الدجاج، تتبيلة الدجاج بعد السلق. بعد السلق لازم نتبل الدجاج وندخله على الفرن. في طريقة ثانية بتخلي الدجاج اول شي بالطنجرة تطبخه مع الرز، ولكن لازم يكون بدون جلد او تشيل جلده انت. تفضلوا لكم شلون. هاي اللبنات، نص معلقة الدبس بندورة والفلفل بحطها سوا، ونحط هالكمية هاي من الملح على نصف دجاجة. ومن نفس بهارات الكبسة اللي شوفتكم اياها قبل شوي، اللي راح اكتب لكم اياها بصندوق الوصف، بنحط معلقة. بصراحة انا بحس الدجاج اطيب كثير بالكبسة، اطيب من اللحم. انتم اكتبوا لي بالتعليقات الدجاج اطيب ولا اللحم اطيب بالكبسة. تمام. ورجعنا لكم يا عكابر، وهاي الدجاج عم يغلي. بنشيل الزفرة اللي فوق، نحاول قدر الإمكان نشيلها للنهاية عشان ما تزفرنا. متابعين الأكارم لا تنسونا من الفيديو والاشتراك، من اللايك والاشتراك بالقناة. عفوا، اشتركوا بالقناة، فعلوا زر الجرس، ولايك. سحبنا الدجاج من الطنجرة، وبدنا نبلش فيه تتبيل لحتى ندخله على الفرن. طبعا ندخله على الفرن بحرارة من 180 ل 200 فوق وتحت. لازم الدجاج يتغلف بالقصدير او السلوفان، شو بتسموه ما بعرف. حاول ننزل كل تتبيلة عليه. طبعا فيكم تبلوا بايديكم كمان، ما في مشكلة. نغطي كل جهة بيضة بقطعة الدجاج وهيك. اتوقع صارت جاهزة ان شاء الله. نغلفها بالسلوفان.
ولا نحطها بالفرن لحتى تستوي منيح. بنيجي على المي هي بنكبها، لا طبعا ما بنكبها، بننزل البهارات اللي فيها، بننزل الخضرة اللي فارمينها، وبننزل الزبيب. طبعا الرز لازم ننقعه قبل بنص ساعة إذا بمي فاترة، وإذا بمي باردة بننقعه 20 دقيقة. هاي الخضرة والبهارات بخليها تغلي لحد ما بحس إنه بلشت شوي تدوب. طبعا الملح ما بحطه هلا، لأنه الملح بيساعد الخضرة لحتى المي تطلع لفوق، تطلع الخضرة من المي. بضيف الكمية هاي من الزيت، الزيت إجباري مشان حبة الرز ما بتلزق بأختها. تتذكروا ولا هاي الفيديو الماضي السمنة؟ اللي ما شاف الفيديو راح اكتب له الرابط بصندوق الوصف تحت. بنحط معلقة سمنة من اللي سويناها، بننزلها ونستناها لتغلي. نص معلقة تقريبا دبس بندورة، نصف معلقة دبس فلفل، خليها تفور على مهلها. وهاي رجعت من بلشت تفور هيك ما شاء الله. الريحة روعة. بنصفي الرز وبننزله. بس تكون المي كتيرة هيك شو بنساوي؟ بننزل المصفاية نفسها طلعت عند المي، وبنقلل من المي، بنضل نقلل لحتى يصير مستوى المي فوق الرز هيك تقريبا نصف سنتي، مشان ما يعجن الرز معي. وبنحط الملح. بعد ما حطينا الملح بنحركها شوي عشان تروح مع الملح، تدوب مع الملح. بس تبلش تطلع حبات الرز عندي، بنغطي الطنجرة. إذا الطنجرة اللي عندكم عم تنفس من الجوانب، بيطلع البخار من الجوانب، بفضل تحطوا قطعة قصدير فوق الطنجرة وبعدين تسكروا. وبنخفف على أقل درجة ونتركها 20 دقيقة تماما. وهذا الشكل النهائي لطبختنا اليوم. شو رأيكم؟ على فكرة المكسرات ما حمصتها لأنه المكسرات محمصة وجاهزة. شو رأيكم بالشكل؟ جربوها واكتبوا لي بالتعليقات، جربوا الطريقة واكتبوا لي بالتعليقات.